هل يمكننا الآن أن نقول أخيرا أن ذلك الحب سيعثر عن وجوده بعد أن كان حبيسا بين الأراضي؟ إن الحب اليوم يتحرر وتلتقي عناصره أمام عنصر من عناصر الطبيعة. اتجهت نور بكل شوقها وحماسها نحو ذلك البحر اللماع، تنتظر توأم نفسها، تنتظر في الحب بعد طول الانتظار. كانت تحدق في تلك السماء وكأنها تدعو وتطلب من الله أن يوصله سالما معافيا ليكون أمامها واقفا. وأخيرا جاء ذلك العدنان، عاشق الرمان كما سمي نفسه. جاء من بعيد كأنه غلام تائه بين المحيطات ولا يعرف الطرقات. طبعا لا يمكنني أن أصف لكم نظرات نوري إليه. كانت ثابتة وساكنة في مكانها بعد أن لاحظت خطواته. ابتسمت فابتسم هو الآخر من بعيد. كان مشهدا حلوا مليئا بالحب، الحب الأزرق كما يسميه عدنان دوما. كان يحدق في فراشته الصغيرة إلى أن وصل أمامها. اقتربت الوجوه لبعضها البعض وظل كل واحد منهما يركز في تفاصيل وجه الآخر. كان الصمت هو سيد الموقف، لكن القلوب هي التي تتحدث بلغة الحب، لا يعرفها سوى العشاق. العاشق عدنان والفراشة نور. احمر خد نور من الخجل لأنها بقيت تحدق طويلا، فحولت نظرها لتحت، لكن عدنان سرعان ما رفع وجهها لفوق بيديه. وتلك كانت أول مرة يلمس فيها عدنان نور، فزاد خجل نور، فقال عدنان حينها: جيوش قلبي أعلنت حربا عنيفة تقرع فيها السيوف وتسيل فيها الدماء. ليست حرب النجوم بل هي حرب العواطف داخل بطون عمياء. في قلبي الآن قرية الحب بنيت منذ مدة يعيش فيها عدنان والفراشة. غايتي هي أن أكون بجانبك، أنت تناسبين روحي وروحك تتطابق مع نفسي، نفسي تتطابق مع فكرك وفكري يتجول مع أخلاقك، أخلاقي تحترم جمالك وجمالي لا يعلو فوق حبك، وحبي لك فداء لك، وأنا عدنان وأنت نور. لربما إن رآني أحد سينعتني بالمجنون والمغفل، فحينها سأجيبه: نعم، أنا مجنون بفراشتي التي أنام على صوتها وكلامها. أما صفة المغفل تركتها لك يا من نعتني. فمن فينا المغفل الذي يعشق جسد اليومين إلى أن يأتي جسد آخر يعمي عيونك وتذهب لذة الأولى، وهكذا إلى أن تصبح عبدا لغريزتك وتنسى أن العقل كان يحميك. يا نور، هل أكمل الحديث عن هذا المغفل الذي نعتني هكذا؟ حسنا، سأتوقف. أعلم أن قلبك رحيم وطيب، لكن إن سمعت كلاما آخرا لن أسكت في حق من شتمني ولمس خصلة واحدة منك يا فراشتي. فنطقت نور حينها لأول مرة وقالت: أتعلم يا عدنان بأنك نصف حقيقتي ونصف خيالي، نصف عالق في قلبي ونصف عالق مع عقلي. نعم، أنت يا عدناني نصف حقيقتي يلاحقني كل يوم وأتحدث معه، ونصف خيالي الذي أود دائما تصوير ذلك الوجه في عقلي. ولهذا قلت أنك عالق في عقلي. والنصف الذي في قلبي هو روحك التي تحضر معي في دراستي ومنامي وأينما حللت. أكاد أهمس لقلبي وعقلي الآن وأقول لهما: كفاكما لعبا معي وارجعوني إلى الواقع، فهذا حلم. أحقا هذا أنت عدنان؟ فقربت نور يديها الناعمة ولمست وجه عدنان لتكون هي المرة الأولى التي تلمس فيها حبيبها. فشعر عدنان بتلك اليد الذي كان يصفها دوما بالرطبة والناعمة. فقال عدنان: كنت في غابة ضائع وسط أشجار كثيفة، لكني وجدت مقصا كبيرا عالقا بين الزهور، فضحيت بذلك الجمال من أجل الخروج من هذا الرعب. تمكنت من قص كل ما يواجهني من الأمام، فوجدت بيتا فدخلته. وجدت وحوشا وجوههم ترعب،
فاندهشت وخفت منهم، لكن نورا ساطعا جعلهم يذوبون كذلك الملح في الماء. فخرج من ذلك النور فتاة طلبت منها يد الحب والعشق، ومعا نعلو باسم الشوس. بمجرد لمسك لي يا نور شعرت بهذا الحب، فما بالك بعناق. فقالت نور: أأنت مستعد يا عدنان للعناق الذي لطالما كنا نتخيله في مكالماتنا؟ فقال عدنان: مستعد يا فراشتي. فاقتربت الأجساد لبعضها والتصقت، وأعلنت العناق الأول بينهما رسميا. عناق لو قررت أن تفصلهما عن بعضهما البعض لبقيت سنين وأنت تحاول، فمن سيفكهما الآن؟ إنهما مقيدان بقيود العناق. فبينما كانا يعانقان بعضهما البعض قال عدنان: العين لروحك تشتاق، والشوق احتضن مسمعي. السمع كتم عند الفراق، والفراق قيد محضني. والحضن نومه دافئ كنوم الطائر العابر، عبر في الأرجاء وشيع لروح الثعلب الماكر. تحيل على السباع متنكرا في زي الأسد الزائر. فسكت عدنان للحظات، وشعرت نور بثقل كبير، فإذا بعدنان سقط أرضا، لكنها مسكته بين أحضانها فلم تصدق ما حدث، فصرخت: عدنان، عدنان، ما بك؟ انهض يا حبيبي. ففتح عدنان عينيه وحدقا في نور، وابتسم لها، ونزلت دمعته على خده وقال: آسف يا فراشتي. فقال عدنان في نفسه: ونظرت فوقي فهي بالسماء ترحب بي، والشمس تشيع لي، والغيوم الطفيفة تبتسم لي، ونور بجانبي. فأدركت حينها أن هذه الروح لن تظل على الأرض، بل ستعود إلى خالقها. وأغلقت عيني، ودخلت نور في صدمة لم تتوقعها أبدا. ففورا اتصلت بالإسعاف، وبدأت تصرخ المسكينة بصوت عالي حتى تجمع الناس من حولها يحاولون تهدئتها. وأخيرا قدمت سيارة الإسعاف بعوائها، ونقلت عدنان إلى المستشفى. وعند الوصول أدخل إلى بيت الإنعاش لأن حالته تبدو خطيرة، وبقيت نور بالخارج لم تتقبل الأمر، تفكر وتنتظر بشدة. لكن الانتظار لم يطل كثيرا هذه المرة، مثل انتظار رؤية حبيبها. وخرج الطبيب فأسرعت إليه نور وقالت: تكلم، ما به؟ أهو بخير؟ فأجاب الدكتور: لا أعرف مدى مكانته في قلبك، لكن أرجو منك أن تسامحينا، لأن الشاب فارق الحياة. لديه مرض خطير انتشر في كامل أعضاء جسمه، فغدره وقتله. فأي حالة تبدو فيها نور المسكينة، فحقا كل معاني الأسى والحزن سقطت عليها في لحظة، وبدأت الأمطار تتهاطل من عيونها، وبدأت في الصراخ الشديد، والدكتور يحاول إسكاتها، فأغمي عليها هي الأخرى ونقلوها إلى غرفة خاصة. في هذه اللحظة أتمنى لو كان حلما، أتمنى أن يوقظني هاتفي أو توقظني أمي وتقول لي: كفاك نوما وحلما، لقد تأخرت على الدراسة. عدنان، أخبرني أنك موجود، أرجوك يا عدنان، إنه عناقنا الأول، ما زلنا سنعانق بعضنا البعض كثيرا. هكذا رددت نور عندما استيقظت من غيبوبتها. فجاء الدكتور وأعطى لنور حقيبة عدنان وقال: تفضلي يا ابنتي، هذه حقيبته، وأيضا وجدنا هذه الورقة في جيبه. فأخذت نور تلك الحقيبة وأخرجت منها أغراض حبيبها، ومن بينهم علبة زرقاء مكتوب عليها: نور عاشقة الخيول. ففتحت العلبة فوجدت قطعة شوكولاتة كبيرة مرسوم عليها فراشة، فبكت حينها بكاء شديد، وأخذت تلك الورقة وفتحتها فوجدت فيها ما يلي:
أنا أعلم أنك ستغضبين مني، لكني كنت أنتظر هذه اللحظة لكي أقول لك بطريقتي. استوت الأرض وأنبتت نباتات أشبه بالطفيلية، فظنت الأرض أنها ستكون وقتية وتنتزع بعد دهور، فسيطرت الخبائث تلك الأرض إلى أن استعمرتها. تبعثرت حالة الأرض بعد أن كانت صامدة لعصور، لا للتعجب عن الكلام لأنه مطابق لما حصل لكياني. بعد أن كنت نقيا طاهرا أبعث من جسدي أشود العطور، لكني وقعت في المرض بعدما كان ضيفا خفيفا، فزاد الوزن فتكمش القلب وضاقت الصدور. يا حبيبتي، أعلم أني كنت أخبئ سرا ليست من عاداتي، لكن اليوم موعد كشف الأسرار بهذه السطور. يا عزيزتي، أنت تعلمين من يكون عدنان بالنسبة لك، الإنسان المجاهد في وطنه وفي الحياة الصبور. يا حبيبتي، اليأس في طريق يشقه الضعفاء هناك، والأمل رفيقي في صغري، فأنا الكائن الذي يستطيع العبور. يا فراشتي، لقاؤنا قادم، وبعدها سيكون عناقنا، سنمشي معا أمام البحر، وبعدها نطفو كالطيور، وبعدها نكون معا لن يفرقنا شيء، ننهض صباحا من الفراش ونعد معا الفطور. بعد الزفاف سيرزقنا الله بأولاد يعمرون بيتنا المكعب، يدورون حولنا، مرة نلعب معا ومرة نشرع في العثور. يا حبيبتي، لا أعلم متى تقبض روحي وتعود إلى ربها، فسيكون عليك التعب بين البيت والتجول بين القبور. اسم عدنان سيبقى في قلبك أينما ذهبت ومشيت، فإذا غادرت الحياة اعلمي أني أحبك دائما يا نور. قرأت هذه الورقة وظلت محدقة تتذكر ذلك العناق، وبكت بكاء شديدا تكاد عينها تبيض من شدة البكاء. مات عدنان، وظلت نور تحاول أن تستوعب ما حدث سابقا. هي كانت تعرف مرضه الخيالي، لأن عدنان كان يعاني من خلل نفسي لاحظته نور جيدا. عدنان كان يظن أن مرضه وحقيقة موت صديقه كله أوهام، وأنما كانت حقيقة. هو كان مريض بمرض عضال، لكن قبل هذا المرض كان مريضا بالخيال، فالخيال كان يتلبسه لدرجة أصبح لا يفرق بين الحقيقة والخيال، فالحقيقة هو وحده من دخل للسجن. لكن كان يتخيل صديقه نادر لأنه مات. نعم، كما تسمعون وتقرؤون، نادر مات من زمان. عدنان قام بدمج الخيال بالواقع، فدخل في دوامته وكان يتخيل صديقه أمامه. حتى سبب خروجه من السجن كان بسبب هذا المرض، واتضح أنه يعاني من مشاكل عقلية جعلت الوزير يسامحه. حسنا، والآن ركزوا معي في هذه النقطة لأنها معقدة قليلا لكنها مترابطة، وهي أن العم إبراهيم هو أب عدنان. نعم، أبوه. في اللحظة التي دخل فيها عدنان للسجن، تلك لحظة سابقة، وإبراهيم كان يمثل مستقبل عدنان. العم إبراهيم كان يعرف أن ابنه دخل للسجن لأنه في تلك اللحظة ما زال لم يمت عدنان. عندما دخل إبراهيم للسجن تخيل ابنه، وكأنه عادت به الذاكرة إلى الوراء ليرى كيف كان ابنه يعيش في السجن، فلهذا كان ينصحه. فالمرض هو نفسه الذي حل بعدنان وإبراهيم. عدنان كان يمثل ماضي إبراهيم، وإبراهيم يمثل مستقبل عدنان، لأنهما الاثنين مريضان بالإيماجوفوبيا التي جعلتهما يعيشان نفس العالم لكن الأزمنة مختلفة. الاثنين عندما تلبسهما المرض غرقا في الخيال، وأصيبا بالظاهرة التي فسرها عدنان بالإيماجوفوبيا. فهذه الأخيرة بجانب أنها مرض أو خوف، فإنها العالم الذي يجمع المتخيلين، فلهذا عدنان وأبوه إبراهيم دخلا مع بعض في لحظة الخيال، وبدا كأنهما معا في مكان واحد. العم إبراهيم كان يتخيل دخول عدنان ابنه للسجن، فلهذا كان الجميع يتساءل عن سبب جنون العم إبراهيم، فكان يتحدث بمفرده طوال الوقت لأنه اشتاق إلى ابنه وزوجته. أركز معي جيدا في هذه أيضا. عيسى صديق عدنان المفضل هو نفسه ابن جمال. عدنان كان يعرف مرضه جيدا، لكن أحيانا ينسى نفسه أنه مريض، ومع هذا قال لعيسى، وعيسى كان أصلا يعرف أن عدنان مريض لأنه اطلع على الفحوصات التي كان يدلسها والده،
فعندما مات عدنان علم بعدها أن أباه كان يدلس فحوصات العم إبراهيم أيضا. من كثرة حبه لعدنان غضب من أبيه وتشاجر معه. وفي اللحظة التي دخل فيها إلى المنزل ووجد العم إبراهيم يتشاجر مع أبيه، حينها كان يقصد أن يطعن أبوه حقا، وليس كما روي في السجن أنه أخطأ. وعندما اتصل بالشرطة كان سيسلم نفسه، لكن العم إبراهيم هو الذي أوقفه، وليس كما روي أنه ضرب العم إبراهيم على رأسه. فقرر العم إبراهيم أن يخبئ الحقيقة ويقول أنه من طعن جمال. لكن بعد سنوات استعرف ابن جمال وهو عيسى بقتل أبيه، وخرج إبراهيم ببراءة بعد سنوات من الظلم. كان العم إبراهيم يمشي إلى أن وصل إلى قبر عدنان، ووجد عند القبر نور، فرأته وقالت له: هل تعرفه؟ فقال إبراهيم: إنه ابني، وأنت هل تعرفينه؟ فقالت نور: أنت العم إبراهيم صح؟ أخجل أن أقول لك، لكنه كان حبيبي ورفيق دربي، وعندما حان الوقت لأراه ولأول مرة مات بين أحضاني. لم تتحمل نور أكثر وانفجرت بالبكاء وقامت بحضنه مباشرة. وقال عندها إبراهيم: عدنان كان مهووسا بك لدرجة أني أحيانا أسمعه يهتف باسمك في نومه: نور نور. وكان مصرا بأن يذهب إلى مدينتك ليشتغل، وأيضا ليتقرب منك. إني حقا أشم رائحة عدنان عليك. فقالت نور: نفس الشيء، إني أشمه عليك. فعلا كان دوما يود أن يأتي إلي، والآن أصبحت أنا آتي إليه. كل هذه السنوات آتي لهذه المقبرة لأسقي هذه الأرض بدموعي. ما زلت أتذكر أول نظرة نظرها إلي، عناقنا الذي كان بمثابة عناق الترحيب والوداع في آن واحد. والآن يا عمي إبراهيم أتركك مع ابنك، فأنا ذاهبة. مرت كل هذه السنوات ورائحة عدنان ما زالت ترافق نور في دربها، وظلت حبيسة الأرض والحزن ما زال يعانقها. كانت تمشي وتتخيل عدنان يمشي بجانبها، فوقفت للحظة ونظرت إلى السماء ورددت: سماء يومي فقدت شمسها الساطعة، فبقيت سحبي تدور وتمطر. أليست من عادات الأشجار استقبال غيثها؟ فوالله حرت، فأشجاري بقيت ساكنة تنام وتحقر. يا عدنان كنت شمس نهاري وبدر ليلي، فاختفاؤك عكر طبيعتي واختفى النظم. يا حبيبي نهاري أصبح ليلي، وليلي لم يعد يسمى باسمه، فلا اشتياق يعلو فوق اشتياقي إلا اشتياقي، فأنت الأغلى في حياتي، فروحك الأولى من ثم يأتي الباقي. يا عدنان أنت الحبيب وحبك لي أمثل، يا خليلي هجر حبك ترك قلبي فقيرا ظل يتسول. يا خليلي فراغ مكانك جعل جسدي يتطفل. كنت مطرا يسقيني، وكنت ذهبا يغنيني، وكنت ماء يرويني، وكنت جمالا يغريني، وكنت درعا يحميني، وكنت مخفف الآلام لكل نار تكويني، وكنت الرفيق الذي يعنيني، فوجودك بجانبي يقويني. والآن أين أنت؟ أين روحك؟ أين جسدك؟ أنت في دار الحق، وروحك عادت لخالقها، وجسدك تحت التراب يسكن. فالآن اكتفيت بالشعاع فيا حسرتاه، عندما كنت في دنياك كنا معا في الدوائر نقطن. سماء يومي فقدت شمسها الساطعة، فبقيت سحبي تدور وتمطر. أليست من عادات الأشجار استقبال غيثها؟ فوالله حرت، فأشجاري بقيت ساكنة تنام وتحقر. حاولت نسيان حرف العين لكني لم أقدر، ففكرت حينها باللحاق به إلى عالمه، وما زلت أصبر على فراقك، فأنت في قلبي دوما لن أنساك. لا 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 لا. العين لروحك تشتاق، والشوق احتضن مسمعي،
والسمع كتم عند الفراق، والفراق قيد محضني، والحضن نومه دافئ كنوم الطائر العابر، عبر في الأرجاء وشيع بروح الثعلب الماكر، تحيل على السبع متنكرا في زي الأسد الزائر، والحيلة تكشف مع الوقت على يد الفأر الحافر. دافعت عهدا لغاية السلام، خنت عهدي فاضربني الندم، مسحت دمعتي فجرح الإبهام، آسف يا روح من أجل الألم، جلست تائها في ظلمة الغرف، القلب فقد أحلى رفيق، لمت نفسي وبعدت عن الترف، القلب مات ينتظر الشهيق. الأسئلة: كيف بدت لك نهاية القصة؟ ما رأيك في تصرف عيس؟ عموما من حسب رأيك كان حبه أقوى، عدنان أو نور؟ لقد علمت في الأخير أن العم إبراهيم هو أبو عدنان. كيف كانت ردة فعلك؟ وهل شعرت سابقا أنه يمكن أن يكون أبوه؟ لماذا حسب رأيك لم يخبر عدنان نور عن مرضه من الأول؟ ما رأيك في قصة الحب التي جمعت بين عدنان ونور؟ وكيف يبدو لك الحب عن بعد؟ هاشته سابقا. أعطي عنوانا آخرا للرواية. بشكل عام ما رأيك في هذه الرواية؟